أهلا بيكم، معاكم ميكو. إيه هي أبل باي؟ أبل باي هي ميزة موجودة من سنين في التليفونات الآيفون، مخصصة بس لشركة أبل. والميزة دي بتخليك تدفع في المحلات والمطاعم والبنزينات من غير ما تحتاج الفيزا بتاعتك، بدوسة واحدة بس، من غير ما تستخدم الفيز التقليدية بتاعتك معاك. هو الإنسان نمرود، أنا عارف. مجرد ما بياخد فيتشرز جديدة أو فيتشرز قوية بيتنك على القديم. لا، ومش كده وبس، انت تقدر تستخدمها بالايفون او بالابل واتش كمان. طب ايه هي مميزات ابل باي؟ ابل باي مميزاتها ان هي بتدفع في ثواني، في ثواني بتلاقي الفلوس اتحولت او اتدفعت. يعني بمجرد ما الايفون بتقربه من مكنة الفيزا خلاص بيلقط والفلوس بتدفع. طب هل ده ما يوديناش بفكرة ان الميزة دي ممكن يكون ملهاش امان؟ لا يا صديقي، هي امان قوي، وهقول لك ليه، بس كمل معايا في اخر الفيديو عشان تفهم. من ضمن مميزاتها برضو ان هي مريحة جدا. انت خلاص مجرد ما نسيت المحفظة بتاعتك في البيت، او نسيت الفيزا بتاعتك في البيت، او بقيت في مشوار خرجت من الشغل نسيت محفظتك في البيت، وانت فلوسك كلها بتحب تحطها في الفيزا مثلا، فانت عادي هتقدر تدفع اي حاجة في المطاعم، في الكافيهات، في اي حاجة. هتقدر تسحب، وممكن كمان تسحب فلوس. انت ممكن كمان تقرب الموبايل بتاعك من الاي تي ام اللي فيها ان اف سي، وتقدر كمان تسحب فلوس. كل ده من غير الفيزا نهائي، كل ده بالموبايل بتاعك بس. طب ايه هي البنوك اللي لحد اللحظة دي بتدعم خدمة ابل باي بس؟ بص يا صديقي، هو البنوك اللي اعلنت رسمي ان هي بتستخدم خدمة ابل باي هو بنك سي اي بي وبنك مصر والبنك الاهلي، طبعا مع خدمة ميزة في كل البنوك، لان ميزة دي تقريبا اول حاجة اتعرف بيها ان ابل باي اشتغلت في مصر. بس كده لا، ده اصبح كمان شركات الاتصالات بقت تعلن ان هي بتدعم في كل فروعها خدمة ابل باي زي فودافون ووي. طيب ده معناه ان باقي الناس اللي معاها من بنوك تانية مختلفة مش هتستخدم الميزة دي؟ لا، هتستخدمها، بس هي بتوصل تدريجي للناس. ومن بعد يوم 15 في الشهر 15 12 2024 هتقدر رسمي تستخدم ابل باي في مصر لكل البنوك. هي ابتدت تنزل لميزة والسي اي بي والقصص دي من يوم تقريبا 10 في الشهر، حاجة زي كده. طيب هل كل اللوكشة بتاعت الفيز دي كلها اللي معايا اللي قد كده دول هقدر اضيفهم كلهم في موبايل واحد؟ اه. هقدر ادفع بيهم كلهم من موبايل واحد؟ اه. ازاي بقى؟ تعالى معايا اقول لك الطريقة اللي هتضيف بيها الفيزا في الموبايل. بص يا صديقي، انت بتشوف ابلكيشن اسمه وولت على الموبايل بتاعك. بعد ما بتدور عليه وتلاقيه بتفتحه كده بيبقى قدامك بالمنظر ده. بتلاقي علامة بلس فوق على اليمين، بتدوس عليها. بعد ما بتدوس عليها بيجيب لك كلمة كريدت أو ديبت التانية دي. دوس عليها، دوس كونتينيو. بعد كده هتعمل سكان للكارد بتاعك. لو مرضيش يعمل سكان معاك دوس مانوال، لو تدخل الأرقام بإيدك. بعد ما وريتكو ازاي تضيف كل الفيز بتاعتكو بنفس الطريقة اللي أنا وريتها لكم، تقدر انك تعمل فيزا اساسيه ليك ديفولت، هي اللي هي تستخدمها على طول. دي مجرد ما تيجي تدفع هي يسحب من دي بس. وتقدر طبعا تغير عادي من الموبايل، مفيش اي مشكله. طيب يا عم ميجو، انت جربت ابل باي اصلا؟ طيب ده يوصلنا لمرحله ان انا شخصيا جربت ابل باي، وهي كانت في اول يومين ما كانتش شغاله معايا، وفعلا الموضوع بيوصل تدريجي. انا كنت بنك سي اي بي، الموضوع ما وصلش معايا بسهوله، قعدت يومين عقبال ما قالوا من بعد فكره ان ميزه انتشرت وان ميزه دي اقوى. هي دي الفيزا الوحيده اللي اشتغلت في الموضوع في الاول. بعد كده قعدت يومين، بعد كده وصل لي سي اي بي. طيب انا جربتها بقى. اه جربتها بصراحه في بنزينه، وكان الموضوع خرافه. يعني فعلا احساس ممتع ان انت تقدر انك تدفع من غير الفيزا بتاعتك. دخلت بنزينة، حطيت بنزين في العربية ودفعت عن طريق الابل واتش بتاعتي. ايه هي الطريقة وازاي بتشغل اصلا الموبايل ان هو تدفع بيها؟ ما هو انت اكيد مش مجرد ما تحط الموبايل خلاص كده انا دفعت. السرقة هتبقى صباح الفل، مش اي حد هيعدي مكنة الفيزا من على جيب الجاكيت او جيب ايا كان انت لابس ايه، الفلوس اتسحبت. طيب ازاي بدفع او استخدم ابل باي؟ تعال اقول لك. بتدوس مرتين على زرار باور، تكتين كده، بيظهر معاك الكارت بتاعك، بياخد الفيس اي دي. خد معاك الفيس اي دي، وبعد كده بتحط الموبايل بتاعك قريب لأي مكنة بتدفع بيها. طيب ده بالنسبة للايفون.
طب والابل واتش؟ في الابل واتش بقى بتدوس على الزرار اللي تحت زرار الباور ده، تكتين ورا بعض كده بيظهر لك الفيزا بتاعتك، بتروح مقربها من المكنه اللي بتدفع بيها، على طول بيلقط ويدفع معاك ويسحب معاك الفلوس. ندخل بقى يا صديقي على شويه نصايح كده اقولها لك عشان الموضوع يبقى امان بالنسبه لك. مبدئيا كده اول حاجه ما تسيبش تليفونك من غير باسورد، يعني انسى الفكره دي. لازم تحط فيس اي دي او تاتش اي دي، ايا كان تليفونك بيدعم ايه لازم تحط، عشان انا مش هقدر اسحب فلوس من الفيزا بتاعتك على موبايلك الا عن طريق بصمه الوش او الفينجر برينت. مش هقدر اسحب فلوس الا عن طريق يعتبر ده الامان او الكود او الباسورد بتاع الفيزا يعتبر على الموبايل. تقدر كمان عن طريق ابلكيشن وولت ان انت تتابع المدفوعات بتاعتك والفلوس اتصرفت في ايه وراحت فين، عشان يعني الموضوع يبقى برضو امان اكتر. طبعا خطوة قوية وكبيرة جدا بالنسبة لمصر طبعا، هي داخلة في دول كتير من سنين، انا فاهم، بس احنا يعني عندنا في مصر الموضوع صعب شوية. دلوقتي تقدر تقولي في الكومنتات اذا كانت الميزة دي وصلت لك ولا لا، واذا كنت عرفت تشغلها على تليفونك ولا لا، وايه المشاكل اللي ممكن تواجهك واقدر ارد عليك فيها. ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. الجمال بتاعك يا صديقي. سلام.